يا صباح الخير، يا رب تكونوا بخير. معانا أكلة ظريفة جدا هنعملها من البامية الجميلة الفلاحي دي. تعالوا نشوفوا احنا هنعمل ايه بالبامية دي. أنا عايزة البامية الحجم ده، مش أكبر من كده عشان بذورها ما تكونش كبيرة جدا معايا، ولكن هي الحجم ده حلو. ونراعي إن احنا نشيل القش اللي فيها ده واحنا بنغسله، وأنا هوريكم حركة ممكن تحصل معاكم لو ما شلتوش القش ده. مش عايزة البامية الحجم ده، مش هتنفع، ولكن أنا عايزاها الحجم ده. كان ممكن إن أنا أجيبها كبيرة جدا، ولكن مش هحبها في البذور اللي فيها اللي هي بتبقى الداخليه. هجيب باميايه كده، انا هعملها معاكم وهوريكي. ممكن القش ده لو انت ما خدتيش بالك تشيليه وانت بتغسليه، هينزل معاكي من غير ما تاخدي بالك نهائي. احنا النهارده هنعمل ويكا. الجو الجميل اللي احنا فيه ده، الاكلات الفاتحه ديت اللي ما فيهاش صلصه ولا الكلام ده. انا كده بصوا اهي القشايه اهي. انا وريتك ان انت لو بتخرطي هتيجي معاكي كده من غير ما تاخدي بالك. انا عايزه الحجم ده وارفع كمان زي ما انتم شايفين، لان الويكه طبعا لازم بيبقى ليها مفرق. انا ما عنديش مفرق، بس انا هوريكم استعيد عن المفرق بايه. هنركن الويكه ونشوف مكوناتها ايه، والتركايه الحديثه اللي الشيف لولا هتعملها معاكم. انا معايا هنا فلفل اخضر، معايا حزمه كزبره خضراء، ومعايا الثوم. هنقول هنعمل ايه. انا الثوم ده هستخدمه كذا استخدام النهارده. انا هحط الثوم في الهون طبعا عشان ادقه، واشيل منه كميه عشان هخلي البتنجان طبعا ويكا يعني في بتنجان مخلل. وهاخد الفلفل دوت، قرن احمر قرن اخضر، هدقه مع بقيه التوم بعد ما اشيل جزء منه. ان انا هخلل منه وهعمل التركايه اللي انا هعملها للويكا في الاخر. شايفين؟ انا قلت هدق توم مع التوم، فلفل وكزبره في الاخر بعد ما اشيل جزء من التوم اللي انا هدقه. هنرجع بقى نشوف الباميه بتاعتنا الجميله دي، وتعالوا نشوف بعد مخرطها هتبقى شكلها عامل ازاي. شايفين الحجم ده حلو جدا للويكا. بلاش اللي اكبر من كده يا جماعه، عشان بذوره بتبقى، البذور بتاعت الويكا من جوه بتبقى كبيره جدا. كده انا خلصت الويكا، خرطتها معاكم. بصوا رقيقه جدا جدا جدا. ده كان كيلو باميه، طلعوا معايا الطبقين اللي انتوا شايفينهم دول. وده جزء الثوم اللي انا دقيته، هركنه على جنب. والجزء دوت اهو، بصوا ده اللي انا هعمل بيه ايه بقى، التركية بتاعت الويكا في الاخر. تعالوا هنبتدي نشتغل. طبعا هنا انا كنت سلقت الفراخ، لو رجعتوا كان اقربها الفيديو. انا عامله فيديو كتير لسلق الفراخ، كان اقربها الفيديو بتاع فتة الفراخ. شوفنا احنا سلقناها ازاي، نفس الطريقه. انا حبيت اقصر عليكم الفيديو. فدي الشوربه بتاعته بتاعت الفراخ بتغلي. انا حاطه الفراخ بتشمع طبعا عشان احمرها. انا هنزل كده بالويكا اللي انا خرطتها، وهقلبها، وهنزل عليها بجزء من الدقة اللي أنا عملتها، اللي هي الفلفل، الكزبرة الخضراء، الثوم. وهسيب جزء، هقول لكم أنا هعمل إيه في الآخر. هسيبها كده مع نفسها. شايفين؟ ما ينفعش إن إحنا نغطي، إحنا هنقلبها وهنخليها على نار متوسطة، وبعدين نبقى نهدي عليها، عشان اللي إحنا لو غطيناها هتفور مننا. البطل معايا بتاع هريها النهارده هو الشوكة، لأن أنا ما عنديش مفراك زي ما بيعملوها بالمفراك، اللي هو عبارة عن الأداة الخشبية اللي ليها كذا بوز دي. صراحة مش عندي، ولكن أنا هنا هستخدم الشوكة. شايفين المادة اللزجة دي؟ مش هتشيلها، دي اللي هتربط لك الويكة كلها ببعضها. بصوا ابتدت تخش معايا في السوا. شايفين لونها جميلة جدا جدا جدا. نكمل الفيديو مع بعض، سلس وخفيف ولذيذ. بصوا انا بفرك بالشوكه او بهرس بالشوكه. مش هتعرفي بالشوكه، هاتي الويسك او المضرب اللي احنا بنستخدمه للكيكه او الكريمه واعملي كده. ولكن انا صراحه هشتغل بالشوكه، بس انا حبيت اوريك انت ممكن تستعيدي عن المفرغ بايه، بالويسك. هركن كده على جنب وهشوف انا هعمل ايه. شايفين ابتدت تستوي ازاي؟ انا عليت لكم نار عشان تشوفوا الفوران بتاعها، وهرجع هديها كده. ابتدت تستوي معايا. اول ما هتبتدي تستوي معايا هبتدي احمر الفراخ. طبعا انا الفراخ كنت مطلعاها من شوربتها من بدري وسبتها تتشمع، قلنا عشان ما تطرقعش معانا وتبهدلنا. بصوا انا كده حطيت جزء من السمنه وجزء من الزيت. لما نحط سمنه على زيت طبعا بيحمر الفراخ بشكل جميل جدا اهو. لو هترجعوا للتحمير، انا هنا بس هوريكم انا حطيت ايه، ولكن مش هكمل تحمير الفراخ كله. احنا لسه اقرب عاملين الفته المصريه من كام يوم، هنرجع لها نفس تحميره الفراخ. ولكن انا بوريك احط الفراخ كده بعد ما حطيت فص المستكه، قلنا برضو عشان ما تمرش تكون قليله. وهنحط الفراخ كده على وشها، هنحمرها اهو. انا حطيت جزئين، هحط 4 اجزاء في الطاسه معايا اللي انا بحمر فيها.
الطاسة اللي أنا بحمر فيها دي الفراخ هي اللي أنا هعمل فيها الطشة الأخيرة والتركاية الأخيرة بتاعة الويكا. شوفوا بقى لما طعم الفراخ ينزل كده في السمنة والزيت ده، وهنطش فيه التقلية أو الطشة بتاعة الويكا الأخيرة، شوفوا الطعم هيبقى جنان ولا أروع من كده. حطيت التومة، هنزل عليها بحبة كزبرة ناشفة أهو. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، وارفعوا الفيديو معايا عشان الكل يشوف الأكلة الخفيفة اللذيذة من إيد الشيف لولا ومن بيوتنا المصرية الأصيلة أهو. هبتدي كده أنا بقلي في التومة، حطيت لها حبة كزبرة طبعا، أنا بقلي مطرح تحمير الفراخ. على فكرة أنا خللت بتنجان، نزلت ببقية الدقة اللي فضلت معايا في الهون أهي. الفلفل والكزبرة الخضراء والثوم، شايفين قرن الفلفل الاحمر عامل ازاي؟ طبعا انا خدت جزء منها وانا بسوي الويكا. فاول هتنزلي بالطشه دي على الويكا، والويكا على النار شغاله عليها مش طافيه عليها اهو. شوف الحركه دي اهي. انا كده طشيت الويكا معاكم اهو. بصوا، هاخد معلقتين كده على قلب الطاسه وهرجع بيهم تاني. وتعالوا نشوف احنا بعد ما طشينا الويكا، شايفين الالوان؟ اللهم بارك، تسلم الايادي. بصوا كده انا ضفيت عليها ادي البتنجان انا خللته. لو رجعتوا لتخليل البتنجان كان في السبانخ اللي انا عملتها بالفراخ كنت عامله بتنجان، خشوا على الطريقه هتشوفوها نفس الطريقه، بس البتنجان هنا مش مسلوق. كان الدور اللي فات في وصفه السبانخ بالفراخ مسلوق، ولكن هنا انا مدحرجاه في الزيت شقاه ومدحرجاه وقاليه فلفل معاه. وادي خللته. تلبسي العلبه كده كيس عشان البتنجان لونه ما يغيرش معاكي. تعالوا نشوف احنا خلصنا اكلتنا وعملنا ايه. ادي البتنجان اللي وريكم هتحفظوه ازاي في العلبه، وتلبسوا العلبه كيس وبعدين تغطوا الغطا على الكيس نفسه يفضل بالرونق ده بتاعه والشكل الجميل بتاعه. ويكا يعني ليمون، ويكا يعني بتنجان مخلل، ويكا من الشيف لولا، يبقى احلى كلام. دمتم في حفظ الله وامنه. استنوني في كل جديد. شيف لولا. باي باي.